حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. طارق بن زياد، فاتح بلاد الأندلس. شاب من خيرة القادة الفاتحين في الإسلام، عرف بالشجاعة والإقدام واقتحام الصعاب دون هوادة وبإرادة حازمة وعزيمة صلبة. خاض المعارك الكثيرة فلم ينهزم له جيش قط. هو الأمير طارق بن زياد بن عبد الله بن وولدو بن نفذة الليثي البربري، مولى موسى بن نصير، وأسلم على يده. ولد سنة 50 للهجرة في قبيلة الصدف المغربية، وارتبط اسمه بالفتح الإسلامي ارتباطا وثيقا، وعرف المضيق الذي يفصل بين قارتي أوروبا وأفريقيا باسمه، وكان يسمى جطاس البحر. وقد كان ورعا تقيا لا يبتغي في فتوحاته إلا وجه الله ونشر دين الإسلام. في سنة 92 للهجرة اجتاز الأمير طارق البحر على رأس جيش مؤلف من نحو 10,300 فارس بربري مسلم، ونزل به جبل الفتح الذي سمي باسمه، فلاقى الملك رودريك في نحو 40,000 فارس، ثم قام خطيبا بجيشه قائلا: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، وكونوا كهيئة رجل واحد في القتال، وها أنا ذا حامل فاحملوا بحملته. ثم قاد المعركة متقدما بجيشه قاصدا الملك رودريك وقتله، وفتح البلاد وأعلى كلمة الإسلام فيها. ثم التقى مع جيوش القوس ودارت بينهم حرب طاحنة من أشد الحروب ضراوة، حتى بدد جيش القوس وتوجه نحو قرطبة فحاصرها ل3 أشهر ثم فتحها. ثم توجه نحو طليطلة عاصمة المملكة القوسية ففتحها بعد حصارها والتضييق عليها، وتابع فتوحاته